لا 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 لا، مفيش فلوس، انت ما بتشبعش. كل لما بننزل نفسك في حاجة، الله ده جميل فعلا، تعال نشوفه كده بكام. طب قول لي انت محوش كام؟ طيب لو عرفت تحوش 200 جنيه كمان على اللي معاك انا هكمل لك ونجيب. كلنا عايزين نجيب احلى حاجة لاولادنا عشان يبقوا مبسوطين ومستمتعين، وفي الموقفين السكوتر كان كده كده هيتجاب بعد فترة، بس طريقة الحوار الاولى تخلي الطفل يتعلم انه قيمته في الاشياء اللي بيجيبها، وممكن تزود عنده الشراهة في الشراء والاحساس الدائم بانه عنده احتياج. وعلى العكس الطريقة التانية بتزود له مهاراته وبتطور شخصيته من غير ما يحس بالرفض ولا ان طلباته مش مهمة. عشان كده دايما بشجع اننا نبدأ تعليم الاطفال عن الفلوس من بدري، عشان عند سن 7 سنين بتبتدي تتكون العادات المالية عند الاطفال. فلو علمناهم من بدري هيتعلموا مع الوقت ازاي يصرفوا بحكمة، ازاي يحوشوا، ازاي يتحكموا في رغباتهم، ازاي حتى لو مصروفهم صغير بيقدروا يساعدوا منه بجزء بسيط للمحتاجين. بشجعكم جدا ابدأوا بدري وهتنبهروا بالنتيجة.